إمام لما بيظهر في حتة لازم يعمل قلبان. إمام ظهوره في أي مكان بيعمل حرقان وهيجان وقلبان، وزي ما أنت عايز تقول قول. معانا حلقة فعلا جبارة فيها مباريات الدوري اليوم مباراتين، يعني مباريات تعتبر مباريات كؤوس، مباراة الأهلي وطلائع الجيش ومباراة بيراميدز وسيراميكا، مباراتين في منتهى القوة. هقول لك كل التفاصيل ومعانا كل الكلام وكل الحواديت، ولكن قبل ما نخش في اي تفاصيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة لكم جميعا. وقبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا نبدأ كلامنا معاكم كعادتنا بذكر الله. فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ظهور إمام عاشور مع رامز جلال أمس وقوله إنه أهلاوي من صغره عامل هيجان وقلبان وحاجات كتير. أقول لك فرجنا يا عم على الفيديو وبعد كده نتكلم. إيه رأيكم يا جدعان؟ يعني الراجل من صغره أهلاوي، خلاص خلصت بقى، محطوط له خنجر، وهو عشان يقول من صغري زملكاوي دي حاجة تانية. عامة نخش في تفاصيل حلقتنا المهمة. أولا قبل أي حاجة اضرب اللايك يا كبير، كل ما هو جديد بتلاقيه مع العبد لله، قولا واحدا. تمام؟ فلايكك وشيرك واشتراكك نوصل الحلقة لكل الناس، واللي مش مشترك في القناة يتفضل ويشرفني باشتراكه ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. نخش بقى في تفاصيل حلقتنا. أول فوز للبروفيسور باسيرو بعد 3 تعادلات مع الزمالك، يحقق أول فوز ليه مع نادي الزمالك على إنبي 2-0. أول فوز لباسيرو، كفارة، ما نقولوش غير كفارة، قولا واحدا كفارة. نخش بقى في المسلسل الهابط بتاع إيقاف حارس الأهلي، إيقاف الكابتن أحمد شوبير. يعني أنا عايز أفهم حاجة، المتخصصين في الإعلام دول لو هيركزوا مع كل واحد هيوقفوا أكتر من نص الإعلاميين، وفيهم ناس إعلاميين وطالعين يتكلموا في أي هبل في أي بطيخ. إنما إزاي؟ مين اللي مضايق الزملكاوية؟ أحمد شوبير، يبقى نوقفه. مين اللي مضايق الزملكاوية وعامل هيجان الزملكاوية؟ أحمد شوبير، هو ده. خلاص يتوقف يا باشا، يتوقف. أي حد يضايق الزملكاوية في البلد يبقى يتوقف، والبرنامج بتاعه اتوقف أسبوعين مع إيقافه وتغريمه 100,000 جنيه. حاجة يعني كوالالمبورية بمعنى الكلمة. أحمد شوبير يتوقف، أمال السين والصاد والعين واللام والغين والفيه يتعمل فيهم إيه؟ يا بتوع الإعلام، ده كلام يعني يجيب حموضة. لما أحمد شوبير يتوقف، مين اللي يقعد؟ مين اللي يتكلم؟ راجل بيطلع، بص، شاء من شاء وأبى من أبى. أحمد شوبير الإعلامي رقم 1 في مصر، بيعرف بيقول ايه وبيعرف ما بيقولش ايه. انما انتوا لا. ازاي؟ مين اللي يرضي الزملكاويه؟ ايقاف الكابتن احمد شوبير، يتوقف اسبوعين يا باشا و100,000 جنيه. ليه؟ لانه حراق زي امام عاشور المشطش. اي حد يضايق الزملكاويه لازم يتوقف، قولا واحدا. اهو توقف يا عم، وتوقف اسبوعين و100,000 جنيه غرامه. انما الكلام بقى للي عمل هذا القرار، الكلام للي طلع هذا القرار. انت فينك من البلاوي والحاجات اللي بتحصل؟ فينك انت فين؟ مش موجود. يعني سمك لبن تمر بلح. نروح بقى لمباريات الاهلي النهارده وبيراميدز النهارده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. الاهلي كامل الصفوف لمباراة طلائع الجيش، ونمسك الخشب واضرب اللايك. انا بمسك الخشب وانت اضرب اللايك. تمام؟
كامل الصفوف وكله تمام وكله على ما يرام وكله جاهز وكله زي الفل تمام. ومباراة طلائع الجيش مباراة مهمة ومهمة للغاية. ليه؟ لأن كل المباريات بتاعت أمس وأول أمس صبت في عدم وصول طلائع الجيش للتسعة الكبار إلا إذا فاز. إلا إذا إيه؟ إلا إذا فاز. فطبعا طلائع الجيش هيطلع من جواه 200 أو 3%، 200 300%، مش 200 بس، هيطلع 200 300% من مجهوده علشان يحاول يصعد ضمن التسعة الكبار تمام. ومفيش حاجة تصعده ضمن التسعة الكبار إلا إن هو يكسب تمام. على لعيبة الأهلي ومارسيل كولر حط هذا الكلام في دماغهم وعارفين كل كبيرة وصغيرة علشان الفريق ده نازل يكسب علشان يصعد ضمن التسعة الكبار. حلو الكلام؟ طيب نروح بقى لمين؟ للمباراة الثانية، سيراميكا وبيراميدز. سيراميكا وبيراميدز مباراة مهمة ومهمة للغاية ومباراة كبيرة وكبيرة للغاية وزي ما انت عايز تقول عنها قول. ولكن في ناس مش واخدة بالها ان 4-5 لعيبة من نادي سيراميكا اساسا جايين اعارة من نادي بيراميدز، امثال زلاكا ولاكاي، فخري لاكاي ومش عارف في 2 كمان تاهوا من عن بالي فما علينا يعني. المهم في 4 لعيبه او 5 لعيبه من نادي سيراميكا، العمود الاساسي والعمود الفقري لنادي سيراميكا جايين اعاره من نادي بيراميدز، جايين اعاره من نادي بيراميدز. فهل يلعبوا دورا كبيرا في فوز بيراميدز على سيراميكا ام الامور تمشي على ما يرام وكل شيء تمشي على ما يرام ونادي سيراميكا يكمل ويبقى زي الفل؟ نادي سيراميكا يكمل ويبقى زي الفل. هنشوف النهارده كل شيء ويا رب يبقى قطار بيراميدز يقف له في محطه. علشان ما اطولش على حضراتكم لايكك يا كبير وشيرك واشتراكك، ومباريات صعبه نتفرج عليها النهارده. علشان ما اطولش عليكم بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.